كامل في العيد الكبير نديرو البكبوكه، وانا اللي ذوقها عندي يقول لي لازم تعطيني لاغوسات تجي مجمره وخاثره وبزاف بنينه مع مطلع سخون رايحين دلحسوا الصحن من البنه. اولا نقطع الكرشه مربعات بعد ما كنت غليتها حنايا ما نكرتوهاش وكل واحد يدير اللي يساعده لانه هو اللي راح ياكلها. نزيد نقطع الريه الغرنوق واللحم، وفي كوكوت ندير شويه زيت وسمن ونحطهم كامل يتقلاو مليحه كيما راكم تشوفوا لازم يتقلاو باش يطلقوا البنه. هنايا في ميني اشوار راح نحط راس ثوم مع كميه مليحه تاع الدبش عليها القزبر ونرحيه. ومن جهه نجيب لا طوماط كونسونطري تاع ازدهار لانه تجيب تركيز عالي راح تخلي لاصوص تاعي خاثره وحمراء. نرجع للكرشه والريه والامور اللي تقلاو ونحط الثوم مع القزبر ونزيد كميه مليحه من لا طوماط كونسونطري، انا درت زوج مغارف كبار وتبلت بالكمون الكرويه راس الحانوت الملح والعكري الحار. عطيتهم تحميصه خفيفه وزدت عليهم حبه طماطم مرحيه ما تكثروش وزدت الحمص، وكما شفتوا انا ما نديرش البصل خليتهم يتقلاو مليح. زدت شويه فلفل حار قطعته مربعات ومرقت بالماء سخون وخليتها طيب نص ساعه. وشوفوا لي هذيك البكبوكه الله الله كيفاش خرجت حمراء وحاره تشهي. زدت لها رشه قزبر ولا دبشه وفرغتها في الصحن. ما بقى لك غير ديري معها مطلع سخون وتبداي تغمسي. هذه الوصفه لازم تجربوها في العيد رايحين تهبلوا عليها. وهذا ما كان.